مفيش حد فينا ما شافش فيلم الناظر، ومعلق مع كتير مننا مشاهد ياما قوي من الفيلم ده. وفي مشهد كده علاء ولي الدين عامل فيها مدرس وعمال يسأل الطلبة أسئلة هلامية ومحدش عارف يرد عليه، خصوصا بقى السؤال ده: دخل اسكندر الأكبر مصر وقرر بناء الإسكندرية وتم تشطيبها لوكس على المفتاح. المطلوب هو أن تذكر اسم مقاول السيراميك وما هو لون السيراميك المستخدم في البناء. أنا بقى يا صديقي جاي وجايب لك إجابات بالتفصيل عن اسكندرية القديمة، فتعالى كده أنا وإنت نشوف الحكاية من البداية. الموضوع بدأ لما الإسكندر دخل مصر سنة 332 قبل الميلاد، وبصراحة المصريين رحبوا بيه وبشدة. هو لما لقى الترحيب ده قال أنا لازم أقوي علاقتي بالشعب وأقرب منهم أكتر، فقرر إن هو يزور معبد آمون اللي في واحد سيوة. وفعلا راح وزار المعبد وقدم قرابين للآلهة. الكهنة بتوع المعبد كانوا مبسوطين منه جدا، لدرجة إن هم أطلقوا عليه لقب ابن آمون. بعد كده الإسكندر قرر يعمل مدينة جديدة تكون مركز للحضارة الإغريقية وفي نفس الوقت عاصمة لفترة حكم. فجاب مهندس المدينة اللي هو ديمقراطس، وبعد أبحاث ودراسات كتير لقوا المكان المناسب، وربطوا ما بين جزيرة فاروس وقرية صغيرة اسمها راكودا عن طريق جسر الهيبتا ستاديوم. طب هما ليه سموه الاسم ده؟ هيبتا يعني رقم 7، وستاديوم دي وحدة قياس إغريقية بتمثل تقريبا 185 متر، فلو ضربت 185 في 7 هيديك 1295 متر، وده كان طول الجسر. وبكده اتكونت اسكندرية، وبقى في مينا شرقي اللي كان اسمه المينا الكبير، ومينا غربي اللي كان اسمه العود الحميد. المؤرخين اختلفوا على سبب اختيار الإسكندر للمكان ده. إريانوس مثلا قال إن في رحلة عودته من معبد آمون شاف الجزيرة وعجبته، فرمى عليها شوية حبوب، ولما الطير اتجمع استبشر خير بالمنطقة دي. بس سترابون ليه كلام تاني، وبيقول إن اختيار الإسكندر للمكان ده كان اختيار عسكري بحت. هو شاف إن المكان ده منطقة دفاعية يقدر إن هو يمنع أي بضايع أجنبية غير مرغوب فيها إنها تدخل مصر، وفي نفس الوقت لو حصل هجوم على مصر يقدر يدافع عنها، لأن ثكنات الجنود كانت موجودة في قرية راكودا. المدينة اتكونت خلاص، أكيد مش هنروح ننام. بدأوا يخططوا للمدينة، وبصراحة يعني هم ما ابتكروش حاجة جديدة خالص، هم عملوا نفس التخطيط اللي كان موجود في المدن الإغريقية وقتها، واللي كان واخد الطابع الهيبودامي. هتقولي قال إيه الطابع الهيبودامي ده؟ أنا هشرح لك. ده تخطيط بدأه المهندس هيبوداموس. التخطيط واخد شكل رقعة الشطرنج، وعبارة عن شارعين رئيسيين واخدين زاوية قايمة بيتقاطعوا مع بعض. عرض كل شارع 14 متر، وبيخرج منهم شوارع جانبية متوازية عرض كل شارع 7 متر. وبكده اتخططت المدينة وبقى ليها أحياء. المدينة أيام الإسكندر كانت واخدة الطابع العسكري شوية، بس بعد موته وحكم خلفائه اللي هم البطالمة بدأ يحصل توسعات على المدينة، وأخدت الطابع الملكي. تمشي في الشوارع تلاقي حدايق ومعمار من الرخام الأبيض وعواميد من الرخام وكأنك ماشي جوه قصر. والتوسعات دي فضلت مستمرة لحد العصر الروماني، واسكندرية فضلت عاصمة مصر لحد الفتح الإسلامي. وبدأ الإهمال يحصل للمدينة من وقت ما نقلوا العاصمة لمدينة الفسطاط تقريبا سنة 641 ميلادي. اسكندرية حصل لها إهمال كتير، غير التقلبات العسكرية اللي حصل لها كوارث طبيعية زي فيضان البحر اللي حصل سنة 365 ميلادي، وزلزالين مدمرين، واحد سنة 956 ميلادي والتاني كان سنة 1303. والتدهور ده فضل مستمر لدرجة إن الحملة الفرنسية لما دخلت مصر علماء الحملة وصفوا إن اسكندرية أغلب الأماكن فيها بقت عبارة عن شوية تلال رملية، وإن حتى فرع النيل اللي كان بيغذي بحيرة مريوط جف. وفضل الوضع كده لحد حكم محمد علي سنة 1805، ومن هنا بدأوا يهتموا بالمدينة مرة تانية، وبدأ تاريخ اسكندرية الحديث. وسنة 1872 ده كان تاريخ فاصل في دراسات اسكندرية القديمة،
لما الخديوي إسماعيل كلف محمود باشا الفلكي إنه يعمل دراسات عن اسكندرية القديمة. وبصراحة الفلكي ما تأخرش وعمل دراسات وأبحاث كتير، وقال في الدراسات دي إن المدينة كانت محاطة بأسوار الطول الإجمالي للسور حوالي 15680 متر، يعني تقريبا 15 كيلو، وارتفاع السور 60 متر، وإن الأسوار كان ليها أبواب بتتفتح وتتقفل في أوقات معينة، وكان عليها حراسات علشان تأمن المدينة وفي نفس الوقت السكان. ووصف الشوارع وقال إن هي كانت مقسومة لجزئين، جزء مرصوف بقطع حجرية سوداء أو رمادي طول الحجر من 30 ل 50 سنتي، والجزء ده كان مخصص للمشاة، والجزء التاني كان للعربيات، ما بينهم منطقة مزروعة بالأشجار. وسنة 1893 فون سيجلن عمل خريطة بتوضح شكل اسكندرية القديمة بناء على دراسات الفلكي. سترابون بقى وصف لنا الأحياء وقال إن كان فيه الحي الرئيسي اللي هو زي وسط البلد كده، وكان بيتكون من شارع عرضي كانوب اللي هو فؤاد حاليا، وكان من الشرق باب كانوب ومن الغرب باب سدرة، وفي شارع طولي اللي هو سوما اللي هو النبي دانيال حاليا، ومن الشمال بوابة القمر والجنوب بوابة الشمس. وقال إن كان فيه الحي الملكي اللي هو البروكيون، وده يعتبر قريب من مصطفى كامل والإبراهيمية حالياً، وكان موجود فيه القصر الملكي والمتاحف وأهم المباني الملكية وشوية معابد والمكتبة. وقال كمان إن كان فيه الحي اللاتيني أو حي اليهود اللي يعتبر حالياً في الأزاريطة، وده كان فيه مقابر اليهود، ومن أهم المقابر فيه كانت مقبرة الحاخام أمرم، والحي الوطني اللي كان موجود فيه معبد السرابي. تعالى كده أنا وإنت يا صديقي نشوف أهم المعالم اللي كانت موجودة في اسكندرية القديمة، وهنبدأ بفنار اسكندرية. بدأوا يبنوا الفنار في عهد بطليموس الأول وانتهوا من بنائه في عهد بطليموس الثاني، وكان مبني من الرخام والحجر الجيري، وكان عبارة عن 4 أدوار وارتفاعه تقريباً 120 متر. الفنار عدى عليه انهيارات وأحداث كتير وأكتر من زلزال، وسنة 1000 ميلادي ما تبقاش منه غير دور واحد بس، وسنة 1400 ميلادي بنوا مكانه قلعة قايتباي. تعال بقى نتكلم عن مكتبة اسكندرية. اتبنت في عهد بطليموس الثاني واللي أسسها ديمتريوس الفالري، ودي أول مكتبة عامة في الدول القديمة، وكان فيها عدد مهول من اللفائف والمجلدات. في بداية افتتاح المكتبة كان فيها حوالي 500 ألف لفافة، ووصل عددهم في عهد كليوباترا ل 900 ألف لفافة. بالقياس الحديث كده هيعملوا حوالي 130 ألف كتاب في كل فروع العلم. المكتبة تعتبر أول معهد أبحاث حقيقي في العالم القديم، وللأسف سنة 48 قبل الميلاد في حرب يوليوس قيصر كليوباترا ضد أخوها حرقوا السفن اللي كانت قدام المكتبة، فالنار طالت المكتبة. بس بعض المصادر بتقول إن المكتبة بس تضررت ما اتدمرتش، وفضلت موجودة لحد عهد ثيوديسيوس الأول اللي أمر بتدميرها تقريبا سنة 391 ميلادي. وتالت أهم معلم الموسيون أو الجامعة، واتبنت تقريبا سنة 300 قبل الميلاد في عهد بطليموس الثالث، واتفق المؤرخين إنها أقدم جامعة متكاملة عرفها العالم القديم، ومكانها كان موجود في الحي الملكي، وكان ليها أساتذة كتير في مختلف التخصصات، أشهرهم هيروفليوس في الطب، وده أول واحد سمى الاثنى عشر ودرس المخ والمخاخ، وإقليدس عالم الرياضيات الملقب بأبو الهندسة، وأرشميدس عالم الفيزياء. ومن ضمن الطلبة اللي درسوا فيها وبعد كده بقوا أساتذة جوه الجامعة بطليموس السكندري، وده كان عالم في الفلك وهو مؤلف كتاب الماجستي. الكتاب ده كان من 13 جزء وشرح فيه كتير من الظواهر الفلكية. وجالينوس اللي درس التشريح وشرح الأعصاب ووصف 7 منهم في الراس اللي معروفين دلوقتي باسم أعصاب الجمجمة، ويعتبر صاحب الفضل الأكبر في تقدم الطب بعد أبقراط. ونيجي بقى لرابع معلم اللي هو معبد السرابيوم. المعبد ده اتبنى في عهد بطليموس الأول، وأنا كنت عامل عنه فيديو تفصيلي تقدر تشوفه عشان تعرف كل التفاصيل عن المعبد. وبس يا سيدي، هي دي كل الحكاية.